العفو يا باشا. ماجد. فندم؟ انت مش فاكرني؟ طبعا فاكرك. مش حضرتك كنت تعبانه على البيتش؟ بس الحمد لله انا شايف انك خفيتي، بقيتي احسن. عن اذنك. ماجد اقول يا زن، اتأكدت اني مش هو ولا طلعك عشان تتجوزيه؟ يلا. يا ريت اروح وارجع الاقيكي نسيتي الموضوع ده خالص. انا مش هتاخر. مع السلامه. انا يا دوب اخلص موضوع النقل ده وارجع لك تاني. ما تنساش اوعى تخلي فرج يشوفك، احسن بعدين يراقبك ويعرف مكانك فين. انت بتكلمي عيل صغير ولا ايه؟ انا عارف كل حاجه لوحدي. يلا. لا اله الا الله يا حبيبي. سيدنا محمد رسول الله. معقولة كده برضه؟ اخس عليك. ايه يا ماما؟ ليه يا حبيبي كده؟ انت مالكش ام تسأل عليها؟ يا ماما انا مش شغل العسل انا. المدة دي كلها؟ لسه راجع تاني. راجع تاني؟ ازاي يعني؟ وشغلك؟ هو شغل ايه؟ الموضوع كبر قوي قوي قوي. موضوع ايه ده اللي كبر؟ جوزها اللي فات عايزها ترجع تاني لعصمته. هو مش جوزها اللي فات ده مات؟ جوزها اللي فات مات، انا بتكلم على جوزها اللي قبليه الحاج فرج. تاجر المخدرات؟ انت مش قلت لي ان ده كمان اتحبس؟ محكمة النقض حكمت ببراءته والباشا رفع قضية وطالب ان هي ترجع تاني لعصمته. وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنسيب له البلد ونسافر بره. لا انا مش موافقة على كده. يعني ايه تسيب له البلد؟ يا ماما عايزين اعمل ايه؟ الراجل قلب الدنيا علينا ولو لقانا هيعمل مشاكل كبيرة جدا ومش هنخلص. اسمع يا ابني، انا موضوع السفر ده انا مش موافقه عليه. انا ما خلفتكش عشان تبعد عني يا حبيبي. انت ابني الوحيد اللي ماليش غيرك. انت ما تعرفش الكام يوم اللي قضيتهم مع عروسك انا كنت تعبانه قد ايه. حرام عليك. ناقصك انا بقى يا ماما بقى، اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ طلقها يا ابني عشان تخلص من المشكله دي. اطلقها ايه يا ماما؟ ده انا ما صدقت اتجوزتها. امال تبعد عني انا يا ابني؟ ومين قال لك انا هبعد عنك؟ ما انا هاخدك معانا مزه واحنا مسافرين. اسمع بقى يا ابني، ملوش لزوم الشحططه والشحتفه اللي احنا فيها دي. شحططه وشحتفه؟ دي زهره دي عندها فلوس هتخليكي تعيشي بره ملكه. انت ايه اللي جرالك يا ابني؟ انت ما كنتش كده. انت بقى كل كلامك عن الفلوس. خص عليك. امال لو ما كنتش مش محروم من اي حاجه كنت عملت ايه يا فريد؟ مش محرومه يا ماما. هو انتوا شفتوا فلوس ولا شفتوا عز؟ بقى انا ربنا يديني كل ده زوجة يا قمر ومعاها فلوس متلتله واسيبها؟ ده انا بقى عبيط رسمي. هنروح النهارده الاوتيل اللي شفتيه فيه؟ ما انا رحت قبل كده، قالوا لي مفيش حد بالاسم ده. طب ما يمكن غير اسمه. جايز يا مهند، بس ماجد بيشتغل طيار، اللي يخليه يشتغل جرسون؟ والله يا زهرة الموضوع ده محيرني.
ازاي طياره يشتغل جرسون؟ انت متأكدة اللي شفتيه في السوبر ماركت هو اللي شفتيه في الاوتيل؟ خلاص يمكن نلاقيه في الاوتيل النهارده. تفتكري يا رب؟ مش عارفه والله يا زهره، انا عن نفسي عايزه اتاكد، لازم اشوفه بعناية طبعا عشان اريحك. ربنا يخليك ليا انا ولا انت احسن صاحبه في الدنيا زي اختي بالظبط. انا هطلع غير هدومي لحد انت ما تفطري. ها لو تعرفي قد ايه نفسي يطلع ماجد. ايه ده؟ هو انتي؟ صباح الفل يا حاج. فل ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يو انت يا حاج. انا؟ انت هنا من امتى؟ من امبارح بالليل. امبارح؟ بس انا فاكر اني دخلت الاوضه لوحدي. ما هو انا ما هنش عليا سيبك تنام لوحدك، قلت اجي اسليك. ومين قال لك بقى ان انا بنام لوحدي؟ امال بتنام مع مين؟ زهره. زهره بتيجي تنام جنبي. زهره؟ سلامة عقلك يا حاج، انت فين وزهره فين؟ مالكيش دعوه انت بالكلام الكبير ده. يلا 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 قوم اتكل على الله، واوعي تعملي العمله دي تاني، انت فاهمه؟ هي دي الترابيزه اللي كنت قاعده عليها اول ما شفته اول مره. يبقى اكيد هيجي. لو سمحت في واحد زميلكم بيشتغل هنا اسمه ماجد. ماجد؟ هو اصلا سوري. لا معناش حد بالاسم ده. بعد اذنك. عارف امك واختك مش راضيين يبيعوا الشقه ليه؟ ايوه عارف ليه؟ عشان شبعوا وورموا فلوس. هما مين دول اللي شبعوا؟ ده اما بتعبد القرش. امال ليه يا بنت؟ اختك زهره مستخبيه من الحاج فرج جوه الشقه دي. تبان عليك عبيطه وهيسه بديعه. صدقني يا خليل هي دي الحقيقه، وما دام هم استخسروا فينا الشقه وبداوا بالغد خلاص روح انت كمان قول للحاج فرج على مكان زهره وخد منه فلوس، وهي الفلوس دي تعوضنا تمن الشقه. تستخبى في الشقه ليه؟ فاكراها شكر سرحان في اللص والكلاب؟ يا بنتي دي واحده صاحبه ملايين، يعني لو جابت مليون واحد بس كده واتغطت بيه محدش هيشوفها. ما هو ده المكان اللي عمره ما هيجي على بال حد. كده بقى لازم اروح اشوف الشقه واتطقص واتاكد زهره هناك ولا مش هناك، عشان لو رحت وكدبت على الحاج فرج تاني مش هيرحم يا بديعه. وردك ايه؟ لا انا خلصت الشيفت بتاعي، هغير هدومي وامشي. يعني المرحوم ما ظهرش؟ كانت بتريقي ولا ايه؟ مش عارفه راح فين. يا بنتي اكيد واحد شبهه. حتى لو واحد شبهه وبيشتغل هنا راح فين بقى دلوقتي؟ انا اللي رايحه. راح فين؟ رايحه التواليت، تيجي معايا؟ لا انا هقعد. بتهيألي هيطلع لك وانت لوحدك. امشي يا بنت. لو سمحت اللي ماشي هناك ده اسمه ايه؟ سمير يا فندم. هو بيشتغل هنا؟ ايوه يا فندم. بيشتغل هنا من امتى؟ وحضرتك بتسالي ليه؟ لا اصل في واحده صاحبتي متقدم لها وعايز يخطبها. هو بيشتغل هنا من فتره قصيره يا فندم. طب ما تعرفش هو كان بيشتغل ايه قبل كده؟ الحقيقه ما اعرفش. طب اشتغل هنا ازاي؟ لا دي حاجه تسالي فيها حضرتك الاداره. اللي انا اعرفه ان هم بيحتاجوا جرسونات في الهاي سيزون، بيشتغلوا شهرين ثلاثه وبيمشوا. طب ما تعرفش هو ساكن فين؟ اتاخرتي ليه كده؟ اصل قابلت واحده صاحبتي بقالي كتير قوي ما شفتهاش، مصره انها تعزمني على الغدا. هو احنا هنتغدى هنا؟ زي ما يعجبك. انت جوعتي؟ لا بسأل بس يعني عشان اظبط ميعادي مع صاحبتي.
فكره يا زهره، الاوتيل اللي احنا رحناه النهارده عجبني قوي، نفسي انزل فيه من بكره. طب استني لما فريد يرجع، ولا ناويه تسيبيني ابات لوحدي؟ هو هيرجع امتى؟ معرفش، بيقول بكره هيقعد مع المديره يتكلم معاه عشان حكايه النقل دي. ولو وافقوا على النقل هتسافري حقيقي؟ والله ما انا عارفه يا نوال، انا عايزه الاول بس اتاكد من حكايه ماجد ديت. اللي انا اعرفه ان ماجد كان بيحبك قوي، هو بيحبك حب مش عادي كمان. ودي فيها ايه يعني؟ قصدي يعني لو كنت اللي شفتيني ده ماجد كان هيسيبك؟ ما انا قلت كده برضه. طب لو طلع هو ماجد حقيقي هتعملي ايه؟ مش فاهم. هتعملي ايه في فريد؟ ساعتها طبعا لازم اسيبه، لان جوازي منه هيبقى غلط. واللي في بطنك؟ ماله اللي في بطني؟ هتبقى بنته او ابنه. وبعدين الحمد لله انا ما كنتش ماشيه معاه في الحرام، انا كنت مراته على سنه الله ورسوله. انا برضو مقتنعه ان اللي انت شفتيه ده واحد شبه ماجد. انت مش بتؤمني بالمثل اللي بيقول يخلق من الشبه 40؟ جايز جدا كلامك يكون مظبوط، بس انا في حاجات كتير قوي بتدور جوه دماغي. ايه اللي بيدور في دماغك؟ مش عايزه اشغلك دلوقتي يا نوال غير لما ادور على الشخص ده واتاكد منه. طب افرضي ما شفناهوش تاني؟ طالما موجود هنا يبقى اكيد هشوفه تاني. صباح الخير. صباح النور. حضرتك تحبي تاخدي شاي ولا قهوه؟ قهوه. انت اسمك ايه؟ اسمي سمير. مش انت اللي كنت شغال على البيتش؟ انا بشتغل في البيتش بعد ما اخلص شغلي هنا في الفرع. انت بتخلص شغلك الساعه كام؟ حضرتك بتسالي ليه؟ اصلا انا كنت عايزاك في موضوع مهم. موضوع ايه يا فندم؟ لا ده موضوع مهم قوي. انا عارفه دلوقتي انت بتسال نفسك انا اعرفك ولا لا. انا اعرفك كويس قوي. ها قلت لي هتخلص امتى؟ تعرفيني؟ انا بخلص شغلي على الساعه 3 بالليل ولا بالنهار؟